هنعمل مع بعض الوافل بطريقة بسيطة جدا وبدون أي مكونات صعبة، وكلها بإذن الله موجودة عندك في البيت. يعني بعد الفيديو ده هتقومي تعمليه على طول. يلا قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفيني أنا سمر رضوان، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك أو التيك توك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه في بوله هنحتاج بيضتين بدرجه حراره المطبخ ونزلت عليهم بكيس فانيليا، نص كوبايه لبن بدرجه حراره المطبخ برضو، كوبايه ميه، نص كوبايه من الزيت. لو لاحظتوا انا استخدمت نفس الكوبايه في كل المكونات. معلقتين صغيرين من السكر، معلقتين مليانين. قلبت كل المكونات كويس قوي لحد ما السكر داب تماما وكل المكونات اندمجت كويس مع بعض بالشكل ده. نزلت عليهم بكوبايتين دقيق بنخلهم بالشكل ده. ادي كده كوبايه. دي التانية. رش خفيفة قوي من الملح، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هقلب كله في اتجاه واحد بالشكل ده. هقلب كويس جدا لحد ما كله يندمج كويس ومبقاش فيه اي تكتلات خالص للدقيق. هو ده القوام اللي انا عايزاه، بيبقى القوام اخف شوية من عجينة الكيك. انا هنا استخدمت جهاز الوافل. اول ما بتشغليه بتلاقي طبعا اللمبه الحمراء هي اللي قادت تقفليه وبتسيبيه لحد ما يسخن. اول ما بيسخن كويس بتلاقي اللمبه الخضراء نورت. بعد كده افتحيه وادهني فرشه خفيفه قوي من الزيت عشان الوافل بس ما يلزقش. كده ابدأي انزلي بالعجينه. يا دوب هنحط بس لحد ما نغطي المربعات. تمام كده، حلو قوي كده. بعد كده هنقفل الجهاز وهنسيبه. شايفين اللمبه الحمراء منوره ازاي؟ احنا هنسيبه لحد ما اللمبه الخضراء تنور، معناه كده ان هو استوى. طب انا لو ما عنديش جهاز الوافل، هاتي اللي هي القطع السيليكون بتاعه الوافل، بتبقى مربعات سيليكون كده، بتتباع في اي محل ادوات منزليه او في اي ماركت كبير. تدهنيها برضو في فرشه زيت وبتحطي فيها العجينه وبتحطيها في صينيه في الفرن، تحطيها على الشبكه على درجه حراره 180 وبتتابعيها. اول ما بتستوي بتلاقي بدات تاخد اللون الذهبي من تحت ومن الاجناب. لو عايزه تولعي لها الشوايه خفيف ولا هوله في اخر ثواني بس. انا هنا كنت اللي بيخلص كنت بطلعه على شبكه او على مصفى لو ما عندكيش شبكه، عشان بس يتهوى لحد ما يبرد، علشان كتمة البخار في الطبق بيخليه يعرق من تحت ويطرى. انا كنت بكرر نفس الخطوات لحد ما اخلص الكميه كلها، والكميه اللي كانت تخلص كنت بطلعها على شبكه جنبي لحد ما تبرد انقلها في طبق لحد ما خلصت الكميه كلها. شايفين شكله عامل ازاي؟ نيجي بقى للجناش. اي صوص بتحبيه، صوص فراوله، صوص شوكولاته، لوتس، كراميل، اي صوص بتحبيه. ممكن عسل، ممكن مربى، ممكن سكر بودره، براحتك خالص. انا المقدار السكر اللي انا حطيته في العجينه مطلعها معايا مظبوطه جدا عشان انا عملت حسابي الجناش. ممكن تكتفي بالصوصات بس، ممكن تحطي فاكهه على الصوصات، ممكن تحطي مكسرات، براحتك خالص. يعني انا عندي في البيت في جزء بياكلوه ساده، فانا سبت جزء ساده وجزء حطيت عليه صوص شوكولاته وجزء عملته بالعسل. فدي بترجع لك انتي. شايفين شكله عامل ازاي؟ اقول لكم بقى سريعا للبنوتات اللي لسه داخله المطبخ وعايزين يجربوا في مقدار صغير. هيحطوا بيضة عليها كيس فانيليا، ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من اللبن، نص كوباية من المية، معلقة صغيرة من معالق الشاي مليانة سكر. هيقلبوا كله كويس جدا. وبعد كده هينزلوا عليه بكوباية من الدقيق، رشة خفيفة من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر برضو، وهيتبعوا نفس الخطوات. انا هنا كنت بوريكم شكله من جوه عامل ازاي. رهيب يا جماعه. متاكده انك لو جربتيه هينجح معاكي من اول مره ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.